السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنتكلم في حلقة من الحلقات المميزة جدا، وهنعرف خلالها الفرق بين أنواع الأوميجا 3 المختلفة، زي الأوميجا 3 بلس والليميتلس أوميجا والأوميجا ار اكس، ومين أفضل نوع فيهم، وإيه هي فوائد الأوميجا 3 عموما. ويا ريت لو أنت لسه أول مرة تتفرج علينا ما تنساش تدعمنا وتدوس لايك، تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة أول ما تنزل على طول. طيب إيه هي الأوميجا 3 أصلا؟ دي عبارة عن essential fatty acid، بمعنى إن الجسم بيحتاجه بصورة أساسية لكنه ما يقدرش يصنعه جواه، ولازم ياخده من مصادر خارجية. والأوميجا 3 في منه أنواع كتيرة، لكن أهمهم هما ال ALA وال DHA وال APA. بالنسبة لل ALA فهو بيكون مستخلص من مصادر نباتية زي بذور الكتان وبذور الشيا، إنما ال DHA وال APA بيكون من مصادر حيوانية زي الأسماك ومعظم المأكولات البحرية. قبل أي حاجة خلينا نعرف إيه هي فوائد الأوميجا 3، أو إيه اللي يخليني آخد الأوميجا 3. أول حاجة الأوميجا 3 بيعمل على تقليل نسبة الكوليسترول الضار ال LDL، وبيزود من مستويات الكوليسترول الجيد ال HDL. كمان الأوميجا 3 من المواد اللي بتساهم في دعم صحة القلب والعمل على تنظيم نبضاته. بيستخدم برضه في الحماية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية على حد سواء. كمان بيحد من خطورة التعرض للجلطات، وبيقلل من معدل ضغط الدم المرتفع. كمان الأوميجا 3 بيكون فعال في زيادة التركيز وتحسين الذاكرة، وبيعمل برضه على تعزيز الأعصاب على العمل وتحسين نمو الأطفال. كمان الأوميجا 3 بيعزز من مناعة الجسم، وبيزود من قدرته على التصدي لكتير من الأمراض، وبيعزز من صحة الجلد. وأخيرا وليس آخرا الأوميجا 3 بيكون ليه دور في المحافظة على سلامة العيون. طيب إيه هي بقى الأكلات الغنية بالأوميجا 3؟ أهم مصادره هي الأسماك الدهنية، خصوصا سمك الماكريل وسمك التونة والسلمون. كمان هتلاقيه موجود في الرنجة وأنواع تانية كتيرة غيرهم. وبرضه بيكون موجود في الكود ليفر أويل، لكن كميته ما بتكونش كبيرة. والأوميجا 3 بيكون موجود برضه في المحار، وبيكون موجود برضه في الكافيار، وهنلاقيه متوفر برضه في الحبوب والبذور زي بذور الكتان وبذور الشيا، وبرضه موجود في الفول الصويا، وهتلاقيه برضه في المكسرات زي عين الجمل، وحاجات تانية كتيرة غيرهم. طيب كلام جميل جدا، ايه هي بقى الكمية المطلوبة يوميا من الأوميجا 3؟ منظمة ال FDA أو إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قالت إن الشخص الطبيعي بيحتاج بحد أدنى من 250 مللي جرام إلى 500 مللي جرام يوميا من الأوميجا 3، وأقصى جرعة الشخص ينفع ياخدها من الأوميجا 3 هي 3000 مللي جرام، بس في الحالة دي بيكون تحت الإشراف الطبي بس. وخد بالك إنك لو بتاكل الأسماك الدهنية مرتين أسبوعيا فده يغنيك عن أخذ مكملات الأوميجا. طيب يا عم، أنا عايز أعرف دلوقتي إيه أحسن مكمل أوميجا 3 أقدر أستعمله. هقولك على حاجة بسيطة تقدر تطبقها على أي دواء بيحتوي على الأوميجا 3 وعايز تعرف الكمية اللي فيه قد إيه، وهي عن طريق إنك تجمع ال DHA وال APA اللي موجودين على مكونات العلبة من بره. طيب يا عم اديني أمثلة على الكلام ده. خلينا نروح لأكتر صنف مشهور وهو الأوميجا 3 بلس. هيقولك على العلبة إنه تركيز زيت السمك فيه 1000 مللي جرام، لكن هنيجي نبص على تركيز ال APA هنلاقيه 130 مللي جرام، وتركيز ال DHA 90 مللي جرام. فوقتها لما نيجي نجمعهم هنلاقي إنهم 220 مللي جرام. وده عشان تحقق الاحتياج اليومي من الأوميجا 3 منه لازم تاخد كبسولة كل 8 ساعات يوميا على الأقل. ندي مثال كمان وهو عن ليميتلس أوميجا 3. هنلاقي فيه إن تركيز زيت السمك في الكبسولة الواحدة برضو 1000 مللي جرام، لكن هنيجي نبص على ال APA هنلاقيه 150 مللي جرام، ونروح نبص على ال DHA هنلاقيه تركيزه 500 مللي جرام. ووقتها لما نيجي نجمعهم هنلاقي إن تركيز الأوميجا 3 650 مللي جرام، ودي تعتبر نسبة ممتازة. وده عشان تحقق الاحتياج اليومي من الأوميجا 3 منه هتكون جرعته من قرص إلى قرصين مرة واحدة يوميا. ندي مثال كمان على الأوميجا ار اكس، وده لما نيجي نبص على العلبة هنلاقي إن تركيز زيت السمك فيه 1277 مللي جرام. لما نيجي بقى نبص على الاي بي اي هنلاقي تركيزه 370 مللي جرام. نروح نبص على الدي اتش اي هنلاقي تركيزه 250 مللي جرام. وقتها لما نيجي نجمعهم هنلاقي إن تركيز الأوميجا 3 620 مللي جرام، ودي برضو تعتبر نسبة ممتازة جدا. وعشان أحقق الاحتياج اليومي من الأوميجا ار اكس هتكون جرعته من قطعة إلى قطعتين مرة واحدة يوميا. آخر مثال معانا وهو الألترا أوميجا 3 بتاع شركة ناو، وده بيكون مستورد.
وده لما نيجي نبص على ال APA هنلاقي بينزل بتركيز 500 مللي جرام. أما بالنسبة لل DHA فهنلاقي تركيزه 250 مللي جرام، وده معناه إن تركيز الأوميجا 3 فيه 750 مللي جرام، ودي برضه تعتبر نسبة ممتازة. وعشان أحقق الاحتياج اليومي من الأوميجا 3 هتكون جرعته من قرص إلى قرصين مرة واحدة يوميا. وبكده نكون عرفنا أفضل نوع فيهم، والطريقة دي تقدر تطبقها على أي منتج بيحتوي على الأوميجا 3 عشان تعرف كميته قد إيه وعلى أساسه تحدد الجرعة المناسبة. وبكده نكون عرفنا أهم الفروقات بين أشهر أنواع أوميجا 3 موجودة في الصيدلية، وعرفنا فوائد الأوميجا 3 وإيه هي الأكلات الغنية بيه. وأتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالحلقة دي، ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا شير ليها لأن ده بيساهم في نشر الحلقة لأكبر عدد من الناس. وفي النهاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم.